بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وبإذن الله معانا النهاردة فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اليوم ده قمت من الساعة كده كانت 7:15 يعني في الحدود دي. عملت حاجات كتير قوي قبل ما انزل شغلي. يلا بينا نشوف اليوم بدأ ازاي. يلا بينا. عملنا طبعا اليوم ده شوية عدس يستاهلوا بقكم، تفضلوا معانا. كان تحفة وبصراحة كان طالع معايا بسم الله ما شاء الله. شايفين لونه وشايفين شكله، ريحته كانت تفتح النفس. يلا بينا نشوف يومنا بدأ ازاي. من اول ما صحيت من النوم الساعة 7 مثلا او 7:15 لحد الساعة 8:30 نزلت ورجعت كملت يومي. يلا بينا نشوف يومنا بدأ ازاي. يلا بينا. ايه رأيكم بس الاول في شوية العدس؟ تنسوش بقى اللايك لشوية العدس دول. الجو برد اليومين دول ومحتاج اكلة زي دي تدفي. عملتها بقى بكل تحابيشها كده، بس العدس المصري بتاعنا اللي على اصوله. اول حاجة صحيت من النوم، حتى لو الجو برد انا بحب اهوي شقتي. اساس اليوم عندي لازم الهوا بتاع بره ده يخش شقتي، وانا فعلا بحب الهوا اللي هو فيه لسعة البرد الحلوة دي، اللي تشميه كده تحس بهوا ساقع داخل جوه مناخيرك. بحب قوي الجو ده. فاول حاجة عملتها فتحت الشباك اهوي شقتي. فتحت كده القرآن. بحب قوي الطاقة الإيجابية بتاعة الصبح دي، وبالذات لما تصحي كده كلك حماس ونشاط. اول حاجه عملتها سويت سرير اوضتي عشان برضو كان زوجي نزل، فقلت اما اسوي الاوضه برضو واخلصها. كان عندي غسيل نشره، وطبعا كنت خايفه الجو يمطر فكنت حاطه عليه مشمع. مش هدخل البلكونه دلوقتي، الجو الشمس بدات تفتح، فنركن البلكونه دلوقتي. قلت عايزه اسوي العدس قبل ما انزل، فدي اول حاجه بدات بيها معاكم. ان انا قلت العدس احطه على النار بحيث ان الساعه ونص اللي قدامي ده على بال ما انزل يكون استوى وطفيت عليه، اجي بس ان انا اعمله في الخلاط. فحطيت كده العدس في الحله، وجبت جزر، جبت طماطم، وجبت بصل، توم، وبدات ان انا كده اقشر الجزر. الجزر والطماطم بيخلوا العدس حلو جدا، وبالذات الجزر بيخلي لونه اصفر كده، او لونه اللي هو اللون البرتقاني مش لون فاتح. وهيفرق معاكي برضو في لون العدس انك تجيبي العدس البلدي، اللي هي العدسية الصغيرة اللي لونها برتقاني غامق، مش العدسية الكبيرة كده الفاتحة. برضو ده هيفرق معاكي جدا في العدس اللي هو العدس البلدي. قشرت كمان بصلايه كده وهغسلها، وكل المكونات دي هتتغسل وكله هيتحط على النار مره واحده. ما ضفتش اي توابل وما ضفتش اي حاجه. والعدس بعد لما بخلصه بقى بضيف التوابل بتاعته. انتوا هتشوفوا معايا الخطوات خطوه خطوه. انا هعيشكم معايا اليوم من اول ما صحيت الساعه 7 الصبح لحد ما نزلت شغلي ورجعت كملت شغلي في شقتي. هقطع بقى البصلايه زي ما انا قلت لكم، وهنغسل كل المكونات دي واحطها على النار. في الوقت ده ولادي كانوا صحيوا، علشان خلاص انا عودت على ميعاد نوم معين، بيناموا وياخدوا فوقتهم في النوم وبيصحوا بدري. فقلنا نعمل كده، لكل واحد فينا كوبايه ليمون. لو عندك عسل هتبقى حلوه قوي، اللي هو ليمون بعسل، بس انا بصراحه ما كانش عندي ليمون عسل، فقلت نعمل كده بسكر برضو، منه حمايه للفيروس وحاجه حلوه كده على الصبح. الليمون طبعا كنا عارفين فيتامين سي، وكان كله موصي عليه ان هو حاجه كويسه الصبح ان انت تقومي من النوم تشربي كوبايه ليمون بالعسل او ليمون بسكر. المهم تشربي كوبايه ليمون الصبح سخنه. هدي لكل واحد من ولادي كوبايه ليمون، وانا كمان هشرب الكوبايه بتاعتي. بس قلت لما تبرد شويه اكون كده برضو دخلت فتحت اوضه ولادي هوتها، عشان هم قالوا يا ماما هنتفرج على التلفزيون شويه على بال ما ننزل. قلت لهم خلاص. فطلعوا، حتى كانوا واخدين البطانيه بتاعه السرير دي، كانوا متغطيين بره على كنبه الانتريه ومشغلين الكرتون. بعد ما انا شغلت القران شويه قلبوا بقى جابوا الكرتون. فدلوقتي هم قاعدين بره على الكنبه اهو، وانا فتحت كده شقتي كلها دخلها الهوا، والعدس اهو على النار عايش حياته. هخلصه باذن الله قبل ما انزل، كل حاجه باذن الله بتخلص. هشرب كده كوبايه الليمون واخش بقى على شويه المواعين، عشان هنزل في اليوم ده وانا مطبخي رايق وزي الفل. لو فعلا بتتابعيني وانت ست موظفة وعملت كده هترتاحي في حاجات كتير. وبعدين لو في يوم انت نمت بدري وحسيتي ان انت صاحية فايقة، ما تكسليش، عشان فعلا اليومين دول كسل جدا. عايزين كده نقعد تحت البطانية ما نتحركش. بس فعلا لما تقومي وتقول توكلت على الله واستعنت بك يا رب، كل حاجة تحت ايدك بتبقى سهلة. فعلا ربنا هو اللي بيجعل الصعب سهل جدا جدا جدا. فبدأت كده ان انا اغسل المواعين. بحب قوي السلكة كده لما تكوني لسه جايباها نظيفة، بترغي معاكي المواعين جامد. انا بقى الحاجة الوحيدة اللي بحبها في غسيل المواعين الرغوة دي، هي دي الحاجة الوحيدة اللي بتشجعني وانا بغسل المواعين. بحس ان المواعين كده بتخلص معايا بسرعة، وبحس المواعين نظيفة وريحتها حلوة كده والسلكة نظيفة.
والبريل كده كتير. يعني انا اكتر حاجه دايما بعملها لما باجي اغسل مواعين، بحب ان انا مثلا اسيب مواعيني كلها مره واحده، علشان بتاعت مثلا هخلص اكل اقوم جايه داخله على الحوض على طول، بحيث ان السلكه تبقى نظيفه، وابدا ان انا اغسل المواعين كلها مره واحده، والرغوه تفضل معايا من اول المواعين لاخر المواعين. هبدا اشطف بقى كل حاجه كده واحطها في العلبه وهركن على الرخامه، وبعد كده هنرص مع بعض. لما هخلص شويه المواعين دول، كان عندي كام حله كده برضو عايزين يتغسلوا، عشان انا صفيت كل حاجه عندي، فقلت هغسل كل حاجه عشان انزل كده دماغي رايق وراحه شغلي مرتاحه. هبدا ان انا دلوقتي اغسل الحلل، وكمان خلصت الحلل هنضف بقى الحوض. يعني حرام يعني هو يعمل معانا ده كله، يبقى مستحملنا وشايل المواعين دي كلها، وهنهمل في الحوض بتاعنا. لا، الحوض بتاعك اساسي كل يوم معاكي، حتى لو مره واحده هتصبنيه تصبينه حلوه، وبعد كده ايه هتبقي تغسليه بالميه. صبنته تصبينه حلوه لازم يتصبن معاكي، طول ما انت بتصبني فيه هيفضل معاكي السلس بتاعه بيلمع، وهيفضل معاكي زي الفل. اهملتيه مره على التانية على التالتة هتلاقي الحوض بتاعك مش نضيف. وفعلا عايزه اقولك حاجه، الحاجه لما تغسليها وتنضفيها يعني بتفضل معاكي على طول نضيفه. بدات ان انا دلوقتي جبت حته قماشه كده من بتاعه المطبخ او فوطه من بتاعه المطبخ، وبدات ان انا المع الحوض بتاعي. رحت على الرخامه بقى جري جري كده، عشان خلاص الوقت كان خلاص عايزه ان انا ابدا انزل. بدات ان انا ارص كل حاجه مكانها، عشان هلمع الرخامه بتاعتي برضو بحته فوطه من بتاعه المطبخ. يبقى كده المطبخ تمام بتاعي تمام، والعدس بتاعي كمان هديت عليه النار خالص، هنشوفه مع بعض دلوقتي. وقبل ما انزل هطفي عليه. يبقى انا كده خلصت اكلي وخلصت مطبخي، هنزل اتكل على الله، واما نرجع هنشوف هنكمل ايه. في حاجه كمان هعملها معاكم قبل ما انزل، هتشوفوها معايا دلوقتي. برضو مليته الكولمن عشان كان فاضي، فشطفته ومليته ميه نظيفه. والعدس بتاعي زي ما انا قلت لكم شايفين اهو، ههدي عليه بقى خالص دلوقتي، وهخش على البلكونه. خفت برضو ان انا انزل الجو يعمل معانا زي كل يوم، اصل بتبقى الجو حلو وفجاه الجو يقوم قالب. فقلت لا، لما اخد شويه الغسيل دول كمان واطبقهم قبل ما انزل، عشان انزل مرتاحه من ناحيه الغسيل ومن ناحيه كل حاجه، حتى لو مطرت يبقى انا ما عنديش غسيل كده على الحبل. فبدات ان انا الم معاكم كمان كده الغسيل، وهخش على طول هطبق. عندي لسه وقت هطبق الغسيل. تطبيق الغسيل مش هياخد في ايدك 5 دقايق، بدل ما تركنيه كده على السرير او تركنيه في اي مكان وهتلاقي بقى دمه تقيل، لا خديه من على الحبل على التطبيق على الدولاب، هتحسي ان كل حاجه سهله في ايدك. والله العظيم ان رتبتي حاجتك ما في حاجه هتحسي بيها في اي تعب. نزلنا اتكلنا على الله ورجعنا. هعمل ايه بقى؟ اكلي جاهز، مطبخي رايق، اوض نظيفه، يا دوبك كنسه على السريع. قلت لا، الصلاه هعمل فيها روتين النهارده، علشان بقت قعدتي كلها فيها، فاولادي على طول بقى بيبهدلوها. فاتكلت على الله كده، قلت هنفض السجاد وابدا ان انا اكنس شقتي وامسحها. وكمان شلت حتت الانتريه دي قلت هغسلها، فكان عندي ملايه كده قلت هحطها منها، هتحافظ على الانتريه لو ولادي قعدوا عليه، وبعدين لحد ما التانيين ينشفوا او احطها، او شكل تغيير شويه. هي كانت ماشيه مع الانتريه، كان فيها لون نبيتي كده، فكانت يعني مقضيه الغرض لما ربنا يكرمني باذن الله واعمل له كسوه جديده، او اجيب له طقم يعني ايه جديد كده. دلوقتي بقى مسحت الصلاة معاكم، وبدأت ان انا اجر المية بتاعتي بالمساحة وهسيب الصلاة تنشف. هخش برضو على المطبخ. المطبخ عايز تلميعة كده بس على السريع، انا كنت مسحاه ومنضفاه امبارح. هبدأ ان انا لمعه التلميعة اللي على السريع دي، وفرشت كمان الصلاة بتاعتي وبقت زي الفل. يلا بقى نخش على مطبخنا نكمل العدس بتاعنا. ضربته في الخلاط عادي وصفيته. ليه بصفيه؟ مش عارفه، وما كانش فيه حاجه، بس بحب اصفيه لو مثلا حته جزره، تفلة طماطم، فانا بحب اصفيه عشان يبقى كده رايق معايا وزي الفل. هبدا انزل لما غلي معايا غلوتين كده، نزلت بالتوابل بتاعته. ايه هي التوابل بتاعته؟ شويه صغيرين جدا من الفلفل الاسود، شويه كمون حلوين، مش يعني هو ايه الكمون اساسه، فشويه صغيرين او فلفل اسود وشويه كمون. ونزلت بالملح، وانا حطيت مكعب ماجي. بتحب مكعب الماجي حطي، ما بتحبوش خلاص، بس مكعب الماجي بيديله طعم حلو. وبعد كده بقى هنزل بالملح بتاعي، هبدا اقلب فيه. وانا هعمله بالشعريه، انا بحب قوي العدس بالشعريه، بس مش بكتر في الشعريه قوي. جبت الطاسه بتاعتي وحطيت فيها معلقه سمنه، ونزلت بشويه شعريه صغيرين. هبدا ان انا اشوح الشعريه لحد ما لونها يصفر الدرجه الاولى خالص، ما يغمقش معايا، يصفر الدرجه الاولى كده، يبقى لون ذهبي فاتح خالص زي ما انتم شايفين دلوقتي معايا. وهبدا ان انا انزل بالشعريه على العدس على طول. احنا حاطين في اول الفيديو بصل للعدس. عايز تحطي تاني حطي، الطريقه اللي انا هعملها معاكي دي. حابه ان انت تحطيها حطيها، مش حابه خلاص.
الطريقة دي بقى برضو في نفس الطاسة معلقة سمنة، وقمت جايه مقطعة فيها بصلاية صغيرة. هبدأ ان انا اشوح البصلاية. فعلا الطعم البصلاية دي في الاخر احنا حاطين في الاول، حابة تحط حطي، مش حابة خلاص، بس بتدي العدس طعم حلو قوي. وهبدأ ان انا اطشها كده على العدس في الاخر. شايفين الشكل؟ عدس مصري على اصوله يفتح النفس. ما شاء الله جميل، واللون بتاعه تحفة قوي. في اليوم ده عملت فتة عدس كده. كان عندي عيش محمصاه عادي، عيش اما بيبقى بايت معايا بدل مثلا مرميه، بحمص العيش ده استغله في فتة في اي حاجة. فانا فبستغل بقى العيش في كده. فما ترميهوش، لما يكون عندك عيش بايت حطيه على الشوايه كده في الفرن او على الصاجه وحمصيه، هينفع جدا. عملت كده الفتة عادي، هريت العيش وبدأت ان انا احط عليه العدس عادي كده، فتة العدس. احط عليها سمنه بلدي، بس انا بصراحه حطيت على الشوربه بس. هتشوفوا الشكل دلوقتي، شكل الاكل بتاعي. وده كان يومي معاكم، بدأته من بدري، وكان عندنا ليمون مخلل وطبعا بصل اخضر. ما هي الاكله لازم كده تتحبش، واساس العدس طبعا البصل الاخضر. بدأت ان انا اجيب كده سمنه بلدي، وبدأت ان انا انزل عليها بالعدس زي ما انتم شايفين. ده كان روتيني وكان يومي معاكم.